السلام عليكم يا صباح الفل. النهاردة بقى نويت أنقلكوا للبنان. هنعمل الحلا اللبناني السهل السريع. قشطة يا معلمي، قشطة حقيقي. تبارك الله، أجمل ما أكلتي في حياتي. مش ممكن أنسى الطعم ده. دخل جوه راسي وخلاص قفل على كده. طريقة سهلة وبسيطة، أي حد عنده حليب وشوية سميد صغيرين هيعمل كمية رهيبة، هتتفاجئي بالكمية دي حتى لو عندي كوباية واحدة. حقيقي تبارك الله. القطعة كده بتدخل جوه المعدة، يعني مش عارفة بتعمل ايه، بتديكي طاقة، بتبقي عايزة تقومي بعديها تكسري الحيطان. الحلا ده سهل وبسيط وحلو قوي قوي قوي. تعالوا تابعوا الطريقة وشوفوا قد ايه هتعجبكم. يلا بينا. هستخدم عمك سميد، اي نوع من السميد الموجود عندك، اي نوع كله بيشتغل. كان عندي الاصفر الناعم خالص. هبت كده 3 كوبايات الا ربع من اللي هو السميد الاصفر، ونزلت عليهم بكوباية ونص من السكر. تقدري تستخدمي كوباية وربع اللي يعجبك. ونزلت عليهم بقى بعمك حليب. هسيب لكم المقادير جوه صندوق الوصف عشان ما توهش منكم. اتفقنا؟ يبقى هنا نزلنا بالحليب والسميد. وايه تاني؟ وال وايه تاني يا الله؟ اسمه ايه ده اللي عماله اتوه منكم انا؟ السكر. اسمه السميد والحليب والسكر وذرة من الملح والفانيليا. هما بيستخدموا حقيقي ماء ورد وماء الزهر، بس احنا المصريين يعني بنحب نكهة الفانيليا. فانتوا بقى استخدموا بقى زي ما انتوا عايزين، ماء الورد او ماء الزهر. انا احب الفانيليا واحب القرفة، بس في الوصفة دي ما ينفعش قرفة فيها خالص. وديت على البوتاجاز على درجة حرارة يعني تحت المتوسط بسيط، وماسكة بقى كده عمالة اديها بقى بالراحة، رايح جاي رايح جاي. ما خدتش مني وقت نهائي، مجرد انك تحطي الحليب تلاقيها كده عملت ملتي. ده شكلها في النهاية ما كملتش ال7 دقايق على البوتاجاز، ما كملتش خالص. انا نفسي اتفاجئت بيها. انا ما بعملهاش غير مرة في السنة، مع انها سهلة مش فاهمة ليه. بس يلا بقى نبقى نعملها تاني معاكم. بعد ما خليتها استوت وما لزقتش مني وما عملتش اي تكتلات، لان ايدي كانت فيها طول ما انا بقلب فيها. ما خدتش وقت وبسيطه، وادتني كميه حلوه قوي قوي تكفي عيله. هنا هستخدم اي صينيه عندي. الكميه اللي انا عملتها دي كانت مناسبه قوي لحجم الصينيه او القالب بتاعي ده. اعملي، مش لازم تلتزمي بحاجة معينة زي ما انا عملت. اعملي اي حاجة، اعملي اللي يناسبك. مش ضروري زي انا، بس خدي الوصفة مني بنفس المكونات امين المقادير، هتطلع مظبوطة جدا. انا رشيت في الصينيه جاست ان كيس اللي هو سبراي بتاع الافوكادو. تقدري ما تعمليش اي حاجه، انا بس جاست ان كيس عشان يعني ابقى مطلعه كده الجزء المربع ده يطلع شكله حلو وجامد. بعد ما نزلت عليها ممكن تغطي وشها بالبلاستيك، انا غطيت وشها بالكاب وسبتها تبرد بقى عشان الوش ما ينشفش ويعمل درجة ناشفة. استخدمت هنا الويب كريم، تقدري تستخدمي قشطة، تقدري تستخدمي اللي هو اللي اسمه كريم شانتيه. ونزلت عليها انا بقى كل كوباية كريمة ويب كريم تحط عليها معلقة واحدة من السكر. ونزلت الفانيليا. هنخلينا نتفق، انا في الوصفة دي استخدمت فانيليا. احب تاني اكرر، الوصفة دي اساسا بيستخدموا لها في لبنان يا الماء الورد يا ماء الزهر، بس الحقيقة انا ماليش فيه نهائي، لا انا ولا حد من ولادي، اغلبنا بنحب الفانيليا واللي اسمها ايه، القرفة. هنا عايزة اعمل كله يبقى طبقة واحدة، انا مش ضامنة ايدي لما اجي اوزعها. فقلت لو نزلت كلها مرة واحدة في اغلب الكيك عندي، لو ما احب اعمل طبقات لازم اعمل كده. وقلت بقى احط الزبلك احسن من اللي هو اسمه الكون غالي قوي عندنا وافضل ادور على مقاسات وما الاقيش. قلت افضل شيء ليا اجيب 1 جالون زبلك كده واروح موزعها فيه. وفي النهاية بقى اسوي الوش كله طبقة واحدة بقى، كأن احنا كده بايه، بنعمل ايه، بنفرد كله، نسويه كله طبقة واحدة، خليها زي البلاطة كده. وده شكلها في النهاية. هرجعها اغطي الكاب عليها تاني وادخلها التلاجة شوية لحد ما افضى بقى وابتدي اقطعها معاكم. هي كده جهزت خلاص اساسا، الكريمة جاهزة. اوبا اوبا، مفيش، هتجنن مش عارفة اقطعها طبعا ازاي، اوزعها باي كمية. فقلت يلا عشان هصور او خلي القطع كبيرة، لما غير كده كنت هدي قطع صغيرة، لان هي الصينيه دي كبيره جدا وبتوزع. مسحت السكينه كل مره بحيث ان انا اطلع القطع شكلها حلو ونضيف. يعني مش معقوله ابقى عامله حاجه كده بمزاج وفي النهايه ما يطلعش شكلها مظبوط. فظبطي الدنيا بقى وانا عارفه ان كلك ذوق. وزعتها كده، اخدت 6 مكعبات، بس ال6 ايه جامدين، يعني 2 يدوسوا في طبق حقيقي تبارك الله.
السكينة مش بتقطّع، هي بتمشي كده، بتمشي بس سريعة، يعني بتخشي كده تحسّي إن في حاجة ناعمة، في حاجة soft في المِدُل. أنا مبسوطة بيها أوي، أوي، لإنها ما خدتش منّي وقت، وطعمها حلو جدًا، 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 بتاخدِك لعالم تاني. هاوزّع من على الوش زي ما هُم بيعملوا اللي هو الفستق، هُم بيحطّوا كتير أوي من الفستق على فكرة، عندهم يعني تبارك الله الفستق ده كإني عندنا سوداني في مصر، بيوزّعوا بيحطّوا طبقات رهيبة هُم اللي هُم في تركيا. هنا بقى عشان بعض ولادي ما لهمش في الnuts فرُحت حاطّة لهم شوكولاتة، يالّا عشان الكل يفرح. ده شكلها في القالب بعد ما وزعتها. وتقدري تحطي، وده برضو اوبشن ليك انك تقدري تحطي شوكولاتة او تحطي كراميل زي ما يعجبك للولاد، مش ضروري يعني نبقى ملتزمين بالوصفة كلها، يعني ما نحبكهاش. في النهاية بقى نزلت بالسيرب، هسيب لكم طريقة السيرب جوه صندوق الوصف، ما تزوديش لان القشطة حكاية بقولك بتنقلك. عايزة اقول لو وصلت لحد هنا ما عملتش لايك اعملي لايك، ولو لسه جديد اعملوا اشتراك وتابعوني على قناتي التانية وصفحتي على الفيس، هسيب اللينك بتاعها جوه صندوق الوصف. قشطة، زبدة، ميكس بسبوسة مع قشطة مع كيك، مش عارفة هو طعم كله على بعضه. ما تقدريش تقولي له لا، ما تقدريش تقولي له ستوب، بتقدري بتاخدي الواحدة في التانية. ما كنتش عارفة اعمل كنترول على نفسي، عايزة اقول لكم ان انا نزلت 2 كيلو من اول ما رمضان جه، لكن باين عليا طلعتهم النهارده. انجوي يا جماعة، كان معاكم حبيبة، بحبكم.